عمرك تخيلت إن واحدة كانت زانية تدخل الجنة بسبب كلب؟ أيوة، كلب. بس الرحمة اللي جواها كانت أعظم من ذنوبها. اشترك في القناة علشان توصلك دايما قصص تهز قلبك وتقربك من ربك. نكمل. الرسول عليه الصلاة والسلام حكى عن ست من بني إسرائيل كانت ماشية في يوم حر جدا، ولقت بير، نزلت شربت منه وطلعت. لكن وهي طالعة شافت كلب بيلحس التراب من العطش. قلبها اتحرك، ما عندهاش حاجة تسقي بيها، فقلعت خفها وربطته في طرحتها ونزلت البير تاني وطلعت وسقت الكلب بإيديها. عارف ربنا عمل فيها إيه؟ غفر ليها كل ذنوبها ودخلها الجنة علشان كانت رحيمة بكائن ضعيف الناس كلها كانت ممكن تتجاهله. لو بتحب القصص اللي تفكرك بربك وتلمسك من جوه، اشترك في القناة وخلي الرحمة دايما جواك. وسؤال أخير، لو قابلت ربنا دلوقتي، هل في كائن واحد بس ممكن يشهد لك بالرحمة؟